السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. رمضان مبارك سعيد. كنتمنى يكون هذا رمضان خير. يدخل عليكم بالخير وبالصحه والسلامه باش ما كتمناو. جيت اليوم فيديو شويه معطل. مهم هاد الصيغات تقدروا توجدوهم الا كنتو ما وجدتوش معسلات رمضان شباكيه او لا اي حاجه ما وجدتوهاش. ديال المعسلات هادو ساهلين كيوجدوا في ساعه، يعني ساعه المكانه كيكونوا واجدين. عندي هنايا نص كيلو ديال كاوكاو اللي حمرته في الفرن. انا درت كاوكاو بلدي حمرته بالقشره ديالو. وعندي ربع ديال الزنجلان بلدي حتى هو حمرته وطحنته. طحنت مع هاد الكميه ديال نص كيلو ديال الكاوكاو ومع ربعه ديال الزنجلان. طحنت معاهم كاس ديال السكر. كتقدروا تزيدوا الكميه اللي بغيتو، انا كنفضل ما يكونش حلو بزاف لان ديجا غنعسلوهم. من بعد ما طحنتهم كيف ما كتشوفوا جاو معلكين بهاد يعني حتى كيطلقوا داك الزيت ديالهم. كندير معاهم معلقه ديال السكر بنكهه زهره البرتقال وشويه الملحه ومسكه حره، واحد القبيصه ديال المسكه الحره، راس المعلقه ديال المسكه حره طحنتها مع شويه السكر ومعلقه ديال الزبده وراس المعلقه ديال القرفه. وغنخلطهم مزيان حتى يولوا عقده، وغنزيد عليهم 2 معالق ديال الزهر حتى كتكون عندي العقده بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا راه كتجي غزاله، كتجي مقرمشه فاش كنقادوهم في لي سيغار ديالنا. المهم هاد الحشوه هذه تقدروا ديروا بها لي سيغار او لا ديروا بها بريوات او لا ديروا بها حتى المحينشات في الفرن كيجيو غزالين. انا درت بهم لي سيغار، تشهيت نصايب لي سيغار بهذا الشكل هذا كيجيو طوال. وصراحه السمك ديالهم اولا الطول ديالهم كيبقى على حسب الاختيار، على حسب الذوق ديالكم. انا كيعجبوني هكذا الشكل ديالهم، كتاخذ وحده وكتاكلها يعني كيجي مختلف يعني على لي سيغار العاديين. هادو كيجيو طوال بهكذا بهذا الشكل كيجيو زوينين. كيف ما كتشوفوا هنايا الحشوه ديالي قديتها بهذا الشكل هذا، درتها على شكل بهكذايا على شكل لي بودان رقاقين بالطول ديال لي سيغار اللي غندير. تقدروا تاخذوا العبار بواحد اللي كتصيبوا في الاول، تاخذوا فيه العبار على كل شيء باش يجيكم لي سيغار كلهم مقادين. كيف ما قلت لكم الطور كيبقى على حسب الاختيار. غندير الكميه ديالي كامله بهذا الشكل هذا. من بعد غناخذ الورقه، انا جبت الورقه متوسطه ودرتها شديتها وتنيتها بهذا الشكل هذا. وغنقطع عليها هذاك الحاشيه ديالها اللي كتكون ناشفه، وغنقطعها على 2 كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غنقطعها على 4، يعني هاد الورقه قطعتها على 4. الكميه ديالي هنا عندي كيلو الا ربع ديال الورقه، وهذا الكيلو الا ربع راه كفاتني لهاد الكميه ديال الحشوه اللي عندي. كميه ديال نص كيلو ديال الكاوكاو بلدي كيف ما قلت لكم بالقشره ديالو، و ربعه ديال الزنجلان بلدي. هاد الكميه كفاتني لها كيلو الا ربع ديال الورقه. صافي الورقه خاصها تكون طريه، تكونوا قاديتوا الحشوه وصايبتوها بهكذايا وجدتوها وقاديتوها على شكل ليبودا، وكتمشيو تجيبوا الورقه ديالكم طريه يلا مصاوبه باش كتساعدكم في الخدمه. لي بودا عندي هنا راه كتوجدتهم قبل ودرتهم في الثلاجه باش نتشدوا راسهم واحد شويه. صافي كنجيب الورقه ديالي كنكون موجده ديجا بيض البيض، درت معاه شويه الزهر وخلطتهم مزيان باش كنلصق بهم. تقدروا ديروا الدقيق مع الماء زهر كيف ما درت انا في البريوات قبل، ثم تكولي بهم هاد لي سيغا. كيف ما كتشوفوا كندير البوده ديالي في الوسط ديال الورقه، في راس الورقه الفوق، وكنجيب عليه الجناب بجوج وكان لوي بهكذا، وكنشد داك اللحاف داك الراس ديال المثلث اللي عندي ديال الورقه كندهنو ببيض البيض. واخا تشوفوا بهكذا شويه مقطع ولا ماشي مشكل، كلشي كيتكولا ما كيبقاش يعني ما كيتحلوا حتى شي حاجه. صافي غنبقى نقاد معكم، غنعاود معكم وحدين اخرين بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يقادوا لي سيغار. دائما الورقه الوجه اللي كيكون فيه داك حرش هو اللي كيكون الداخل ديال السيغار، واللي كيكون ملس كيكون على برا. يعني هذا الحرش هذا هو اللي غنحطوا عليه، هذا اللي كيكون فيه داك الحبيبات اللي كيكون بلاصه اللي كتكون مدهونه بالزيت. يعني كنحاول نشرح لكم ما امكن، هي اللي كنديروها من الفوق. نحطوا على هذاك الحشوه ديالنا ديال الكاوكاو وزنجلان. كنقادوا البودان ديالنا بهذا الشكل هذا، كنجيبوا عليها الطرف هذا
والطرف الاخر حتى هو مقابله معاه باش كنتحكموا حنا في الطول. يعني البوده هو اللي كيتحكم لينا في الطول ديال السيجار. صافي كيف ما كتشوفوا كنقادو بهذا الشكل هذا ونجيبوا هذه الورقه هذه من هذا الجنب هذا وكنبقاو كنروليو بهكذا، وكيبقى داك الراس تاع الورقه اولا ديال المثلث ديال الورقه هو اللي كيجي كيسد لينا الستيكر ديالنا. غنستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل لي ستيكر كاملين اللي عندي. انا هنا قاديتهم وكنت ديجا وجدتهم، انا قاديتهم في الليل وخليتهم في الثلاجه، غطيتهم وخليتهم في الثلاجه حتى النهار الاخر اللي غنقليهم. هنا كيف ما كتشوفوا هما ناشفين شادين روسهم، كيف ما كتشوفوا صايبت منهم محينشات باش تشوفوا الشكل ديالهم. هاد المحينشات تقدروا ديروهم في الفرن، انا غنقليهم لان صايبت كميه قليله، يعني غير درت واحد 6 حبات باش نوريكم كيف كيجيو في المحانش. الا كنتو غديروهم في الفرن كتشدوهم كتثقبوهم كتكون بواحد واحد الفنيته اولا واحد البره، وكتدهنوا كتحطوهم في الفرن، يعني في واحد لاطه ديالكم ديال الفرن، وكتدخلوهم الفرن يطيبوا. ما كتحتاجوا للدهنهم حتى شي حاجه، كيطيبوا على نار مهيله حتى كيتحمروا ياخذوا اللون. بالنسبه لي سيغا ارجع معكم على لي سيغا. انا الزيت ديالي بعد ما سخنات كيف ما كتشوفوا سخنات وانا نقص على عافيه مهيله، يعني النار كانت مهيله، وضفت لي سيغار ديالي وانا اون فوا كنضيفهم كنبدا نحركهم، يعني كيشدوا في راسهم دغيا، يعني دغيا الورقه كتشد في راسها ملي كتدخل الزيت سخونه. صافي كنبقى نحركهم. ضروري من هذه المرحله هذه انكم تبقاو تحركوا حتى السيغار كيطيب، الورقه كطيب لينا من الداخل، يعني ما كتجيش جهه محمره وجهه ما محمراش اولا كيتحمروا من برا ويبقى الورقه من الداخل تبقى خضراء اولا ما طيباش. يعني من بعد السيجار ديالنا كيلواو او ما كيبقاوش مقرمشين. دائما هذه المرحله ضروري منها كنبقاو نحركوه حتى كطيب لينا ورقه من الداخل ومن على برا وكياخذوا نفس اللون. يعني لي سيجار غيجوا كاملين في نفس اللون، ما تجيش شي محمر وشي بيض اولا من جهه بيض واحد من جهه حمر، لا يكونوا في نفس اللون كيف ما كتشوفوا. انا كنمشي معكم بالليطاب باش من هذا باش يعني كاع المراحل بغيت نوصل لكم يعني كيفاش غتقادوهم وينجحوا معكم، خصوصا المبتدئات. كيف ما كتشوفوا يعني هاد التفاصيل هذه ضروري منها. هادشي سمحوا لي كثرت الهضره بزاف خاص ولكن ضروري باش تنجح معكم ان شاء الله من اول مره وما يطرطقوش معكم حتى شي حاجه. كتبقاو تحركم كيف ما كتشوفوا كيعطوني الضوء لانهم مرتاحين ورقه ناشفه وكل شيء. صافي كنبقى نحرك حتى كياخذوا اللون ديالهم. هنا كيف ما كتشوفوا اللون ديالهم ولا ذهبي خفيف، غنبقى معاهم شويه نزيدهم واحد شويه حتى يولوا اللون الذهبي ديالهم كيف ما بغيت انا. صافي وغنبقى نحركهم حتى كيطيبوا معايا وكيتحمروا كياخذوا داك اللون الذهبي. ديجا انا وجدت العسل ديجا كتقاديته معكم، يعني نفس الطريقه. قديته اللي قديت به الشباكيه وقديت به بوشنيخه وقديت به البريوات ديال اللوز. دابا غندير بهم حتى هاد لي سيغار كيف ما كتشوفوا. هنا راه خداو اللون اللي بغيت، هما تحمروا خداو داك اللون الذهبي الزوين. صافي غنشدهم غنحيدهم من الزيت، نسقطهم من الزيت مزيان وغنديرهم في العسل. العسل عندي بارده وهادو كيكونوا سخان يعني، وكنديرهم كيتعسلوا. يعني الطريقه ديال التعسير راه باينه وواضحه. كنعسلوهم بهذه الطريقه. صافي كنحطوا الكميه ديالي كامله ديال لي سيغار وكنبداو نديروا عليهم العسل باش كيتعسلوا وكيشربوا داك العسل. يعني ما كنخلوهمش بزاف العسل، الا كانت ثقيله راه كتشد فيهم. العسل الا كانت خفيفه راه ما كتشد فيهم، واخا تخلوهم النهار كله فيهم وراه من بعد ما غيبقاوش معسلين، يعني ما غيبقاوش خابطين فيهم العسل. الا درتوا العسل ثقيله كونوا اكيدين ان العسل غتبقى خابطه فيهم وما غينشفوش نهائيا من العسل. غنبقاو بحال على الطريقه هذه حنا كنقادو بهذا الشكل هذا. يعني نديرهم غير بشويه حتى كيدخلوا كاملين في العسل. وكنزيد ديجا كنكون عازله واحد العسل اللي كيكون بارد باش ملي كيسخن ليا العسل شويه كنزيد داك العسل البارده. صافي كنبقى على هاد
الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه ديالي كامله وكنعسلها وكتكون واجده. صافي غتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا اللون ديالهم خطير. انا بعد ما سقطرتهم صراحه انا ما كنت بنستفهم لكم ونقدم لكم، قلت علاش لا ما نصورهمش لكم هكا كيتسقطروا في الكسكاس. يعني انا ما بصراحه ما باش نزينهم، بغيت نخليهم بحال بهذا الشكل هذا، ما بغيت ندير فيهم حتى شي حاجه. تقدروا تزينوهم نتوما، ديروا الراس ديالهم في الزنجلان بيض اولا زنجلان البلتي عادي، اولا تزينوهم بالورد باش ما بغيتو. انا صافي درت لهم يعني خليتهم هكذا غيتسقطروا مزيان من العسل، وغنديرهم في البواطه ديالي. تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد اولا تحتفظوا بهم في الثلاجه اولا على برا. انا نحتفظ بهم فقط على برا لانهم يبقاو ديما معسلين وهذا خابط فيهم العسل. انا طايقه في العسل ديالي لان دائما هو المعتمد عندي كيف ما كتشوفوا. صافي هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى الفيديو عجبكم وسمحوا لي كثرت من اللطره، كنحاول نشرح ونوصل كاع المعلومات باش ان شاء الله ينجح معكم لي تيكا. وحتى دابا تصيبهم محنشات راه كيجوز رائعين وزوينين بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب.